توفيق اليوم. ان شاء الله. يعني برضو بنتهز فرصه وجود حضرتك اتفضل. كمسؤول واتحاد امور اتحاد الكوره كابتن، وخاصه طبعا احنا بنتكلم ان القسم الثاني خلاص صعد زد، صعد الجونه، صعد بلديه المحله، ودوري المحترفين خاص بالقسم الثاني. وزي ما انت عارف يمكن في طبعا كلام كتير عن النقطه دي، وفي بكره اجتماع للاعبين وفي طلب احاطه موجود. يعني برضو كابتن حازم من خلال مسؤوليته في اتحاد الكوره الامور دي هتصل لفين، او يعني هل في تصميم من اتحاد الكوره ولا الامور هتمشي ازاي؟ بص اولا يعني ما اعرفش دوري المحترفين، هو على فكره الدرجه الثانيه دوري المحترفين من زمان، لان كل اللعيبه اللي بتلعب في الدرجه الثانيه عندهم عقود احتراف. عقود صحيح. انا ما اعرفش ليه الناس بتسميها دوري المحترفين كانه حاجه جديده. هو اي حد بيلعب في الدرجه الثانيه هو محترف، ودوري المحترفين زي الدرجه الاولى الممتازه. ما فيش حد بيلعب في الدرجه الثانيه من غير عقود احترافيه، فهو دوري المحترفين من زمان، بس هو الناس عايزه تصنفه شويه. اي ناس معترضه، هو حق اصيل للجمعيه العموميه، كل واحد ليه حريه اكيد الاعتراض او يعني كل واحد حر طبعا. هي بس النظريه ان احنا اعلنا اول ما جينا وقعدنا مع الناس، والناس قلنا لا بلاش السنه دي، خلوها السنه الجايه عشان احنا نبقى مؤهلين. فعملنا كده واخرناها سنه اللي هي بقت السنه دي. وانت شايف السنه كلها ما حدش كان معترض، ما حدش كان في اي حاجه خالص. كل الاعتراض طلعت لما النتائج خلصت والناس نزلت درجه ثالثه او اللي نزلوا يعني درجه ادنى وكده، هي ابتدت الاعتراض تطلع من ساعتها. لكن احنا بقى لنا 10 شهور بنلعب ماتشات ولا حد كان معترض ولا حد كان عنده اي مشاكل. فهي دي بقى تعمل مشاكل اللي نزل. في ناس هيقول لك احنا في ناس في الدرجه الاولى معانا، وفي طبعا اكيد في ناس كل واحد ليه وجهه نظره، وهم ليهم كل احترام على فكره. هم الجمعيه العموميه دول اللي هم يعني احنا بنستمد قوتنا من الجمعيه العموميه. انا اي حد عايز يتكلم ممكن يجي يقعد معانا ونتكلم معاه ونشوف نوصل لايه. دي من وجهه نظرنا احنا، ده صالح الكره المصريه، واعتقد اي حد من بره الانديه اللي بتلعب هيشوف ده حاجه في صالح المنظومه. لكن كل نادي طبعا بيبقى عايز مصلحته، وده حقه على فكره. صحيح. انا لو رئيس نادي النادي بتاعي هيهبط، اكيد هبقى عايز مصلحته. انا ما بقولش ان ده ضد حاجه، بس هو المصلحه العامه والشكل العام للكوره. الناس تتكلم على فكره، احنا دي من وجهه نظرنا شايفينها حاجه كويسه. صحيح. واعتقد يعني لو اتكلمت مع اي حد في الكوره قلت له على النظام ده كويس ولا وحش، بيتهيألي 90% يقول لك النظام كويس، ان هو يتعمل دوري من يعني اكيد طبعا قوه الدوري هيبقى مختلف عن قبل كده. بس أكيد. هي بقول لك بقى بترجع ليه؟ طب مش عارف ايه، زي ما بقول لك هم ناس على دماغنا من فوق، من حقهم ان هم يعترضوا ويتكلموا معانا ونتناقش معاهم ونوصل لحلول، يعني نوصل لحل. لكن احنا طبعا زي ما احنا حاطين جدولنا ان هو في دوري السنه الجايه بالشكل ده، لكن زي ما بقول لك مفيش حاجه بالغصب، مفيش حاجه، كله بالكلام، ولازم نقرب للجمعيه العموميه والجمعيه العموميه تقرب لنا. بس انتم مصممين على الفكره دي يا كابتن، لان انتم شايفين ان انتوا اللي هي الصالح قصدكم، يعني اكيد طبعا. لا اكيد، هو احنا مش جايين نغلس على الناس يعني ولا جايين اكيد. وزي ما بقول لك احنا اول ما جينا السنه اللي فاتت قلنا هنعمل ده السنه اللي فاتت، فالناس قالت لك لا ده بدري ومش هنلحق اجلوها، فاجلناها للسنه دي. وعلى فكره الفكره دي جايه قايمه من كذا مره كذا اتحاد، وبتروح دايما عشان انت عارف الموضوع بيبقى صعب شويه. لكن زي ما بقول لك احنا الناس يعني اعتراضاتهم فوق دماغنا، ما فيش حد، ما حدش ما يقدرش يعترض، كل واحد يشوف مصلحته، من حقه يشوف مصلحته، ده وضع طبيعي يعني. فهنتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله يعني. بس انا شايف ان النظام ده انا من وجهه نظري مفيد يعني. طيب كابتن حازم،